السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. سعيد عويطة كيقول يعني تصريح اللي من خلاله يمكن غضب ديال الجمهور ديال فريق الرجاء. انا ما كنعرفش الرجاء ولا شيء من القبيل. على العموم حنا نسولوا السي سعيد باش ناخذوا له الخبر من يعني من المصدر، ولا كان شي تفسيره ولا شي توضيح في هذا الموضوع. سي سعيد مرحبا بك. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا سي سعيد، لاباس عليك؟ كلشي مزيان؟ الله يبارك فيك. معنا سي عزيز خياطي، معنا السي سعيد عنان يعني من الاطر ديالنا الوطنيه. الموضوع سي سعيد احنا كما تحدثنا فاكيد السي سعيد عويطه اسم غني عن التعريف، ما غيحتاجش يعني باش نعرفوا به، غير كان مؤاخذات على يمكن التصريح اثار يعني الغضب ديال الجمهور ديال فريق الرجاء. يعني سعيد عويطه يصرح بانني ما كنعرفش فريق الرجاء. يعني شنو يمكن تقولنا في هذا الموضوع؟ يعني خصوصا احنا لا نحب يعني باش الصوره ديال السي سعيد عويطه تخدش. هذا الحديث انا سمعت بان قال لك هو جعل ضجه ما ضجه. انا ما فهمتش هذا الضجه هكاك، لان احنا في الحوارات اللي كنديروها هكا في العاب القوه ولا شي حاجه كنتكلموا على جميع الرياضات. احيانا كتكون مشادات، ولكن ماشي مشادات باش تضرب اي انسان او اي فريق او اي مؤسسه. فدائما انا كنتكلم مثلا كنبغي برشلونه، اللي معايا المحاور ديالي تيقول بان كيبغي ريال مدريد، انا كنقول بان كنبغيها فلان العداء فلان هو تيقول لك كيبغي ايسان بوش، فهكذا. فجات كلمه الرجاء والوداد، لان تقريبا دائما تكرر وتكرر وتكرر. فلكي يكون الحوار مشيق، انا ما كنعرفش الرجاء، اش كتقولي على الرجاء؟ انا ما كنعرفش الرجاء. يعني حوار هز لي كضحكوا. هذا حوارات اللي كيسمع الحوارات ديالي دائما كندوي على برشلونه وعلى ريال مدريد. ولو المحاور ديالي هو كيبغي برشلونه مثلا، ولكن هو كيجعل نفسه بان كيبغي ريال مدريد وانا كنبغي برشلونه، وباش حتى يكون الحوار شيق. هذا رقم واحد. رقم اثنين، ولو انا نتكلم انا على الرجاء، هل الرجاء قران؟ هاو الرجاء، ولو انا ما كنبغيش الرجاء، لماذا غيكون هذا الغضب؟ انا ما فهمتش. اذا كان وانا كنعرف بان الجمهور الرجاوي جمهور كيعرف الكره، كيعرف كل شيء، خصو كيف تنقولوا حنا خصو تكون قشطه واسعه كيف تنقولوا بالضحك. حتى انا قلت بان الجيش الملكي ولا الوداد لهم بطولات، هذا صحيح ام لا؟ فالجيش والوداد لهم بطولات، مستحيل تذكر سميتو انجازاتهم، ومستحيل نقول انا ما كنبغيش الماط ولا الكاك، لان يعني انت سي سعيد يعني ديك القضيه اللي قلتي على الرجاء انا ما كنعرفش فريق ولا فريق اخر، يعني انا حبي الفريق، يعني هذه الطريقه عبرتي بها الحب لكل فريق اخر. لا شوف ندي معك، انا ماشي اوبليجي باش نبغي فريق، هذا رقم واحد. ولا شي واحد يقول لي لا خاصك تبغي الرجاء ولا خاصك تبغي هذا الفريق فلان او لا فلان. انا عندي لافامي كلها رجاويه، دائما مشات معاهم تنقول لهم لا. بالخصوص اخيرا تنقول لهم انا ما كيبان لي حتى شي واحد ديال الرجاء الا ما كنعرفش الرجاء هاد اللعيبه كاع كله ماشي ديال الرجاء، لان الرجاء اللي كنعرفها الرجاء هي ديال الحداوي، هي ديال البصير، هي ديال الدراري اللي خرجوا من الرجاء. ودابا هذا شيء اخر، هذه هضره اخرى. طبيعه الحال. واش الرجاء في المشاركه ديالها في كاس العالم للانديه اكيد يعني تحمستي للحضور ديال الفريق؟ اسمع نتكلم معك. انا دويت في حوار كندويو حتى يكون حوار شيق باش ما يكونش حوار ممل. فدائما كما قلت لك بان عندما كنتكلموا على فرق اللي اكبر من الرجاء كبرشلونه ولا ريال مدريد، ولو حنا الاثنين كنبغيو برشلونه ولا حنا الاثنين كنبغيو ريال مدريد، تيجعلوا واحد كيبغي فريق اخر، وهكذا حتى قلت لك حتى يكون سميتو كيفاش هذاك اللقاء شيق. اما يشعلون بان هذه جريمه او شيء هكذا او ضجه، انا ما فهمتش علاش هذا الضجه كلها. تفضل سي سعيد، يعني نخلي لك كلمه اخيره كان عندك شي اضافه. انا كما قلت لك انا في الحوارات ديالي دائما ما خصهاش تكون ممله، خصها لابد كما قلت لك، واللي كيسمع الحوارات ديالي غادي راه فهم الرساله ديالي، بمعنى ماشي رساله كتدي كتضر اي شخص او اي فريق او اي شيء هكذا. لا، قلت بان حتى لو قلت انا البارح عاوتاني كرر علي نفس السؤال المحاور ديالي، قال لي علاش ما كتبغيش الرجاء؟ قلت له ماشي علاش ما كتبغيش الرجاء، قلت له ماشي قضيه ما كنبغيش الرجاء،
انا الرجاء كنعرفها هي اللاعبين الرجاء اللي خرجوا من مدارس الرجاويه. البارحه قلتها مره اخرى، فهذا لا يعني لان حتى هو قال لي بان قرا في بعض الاشياء، قرا في بعض الصحف او هكذا. قلت انا ما عرفتش علاش هذه القصه كلها هكا. لو كنت انا ما كنبغيش الصوره المغربيه ما نكونش نهتم بهاد اللاعبين، راه ماشي من هذا النادي ولا ماشي من نادي اخر ولا هكذا. وكما قلت احنا الرسائل ديالنا كتكون دائما رسائل معينه ولكن بدون جرح اي احد.